الجزائري بركلات الترجيح بعد ان تبادل الفوز معاه. خسر 2-0 في الجزائر وفاز 2-0 في تونس. وداد في 17 في ربع نهائي تشامبيونز ليج اقصى سان داونز من نقطة الجزاء. الان ركلات الترجيح، الركلة الأولى للترجي الآن. هل ياخذ الأسبقية الفريق التونسي؟ الركلة الأولى للترجي، يتقدم يسجل الأولى بالشبكة مرياح، إغالة مطيع الأولى في المرمى، يمنح التقدم الآن والضغط كبير على اللاعب اللي سيتقدم للركلة الأولى من الوداد. كرة على يمين المطيع، الأولى في الشبكة. ترجي يتقدم 1-0 امامنا مرياح. الركله الاولى يمكن من مخادعه الحارس يوسف المطيع. في انتظار الركله الاولى للوداد جبران صاحب الخبره المتخصص دوما في ركلات الترجيح امام ميميش وجبران. يتقدم جبران سجلها جبران بذكاء، ثبت ميميش ووضع كرة على يمين الحارس الشاب. الخبرة تفوقت على العنفوان في اللقطة الماضية. من جبران يحسب لميميش، كان في المكان اللي يرسل فيه الكرة جبران، ولكن جبران بذكاء. جبران يعدل 1-1 في انتظار الركلة الثانية. يتقدم البرازيليانو رودريغيز ولد السامبا، يتقدم روبريكو، ضيع روبريكو، مطيع يتألق، مطيع يوبع يوسف على غرار الزاكي المياغري، على غرار بونو. يوسف يتصدى للركلة ثانية ضايعة في انتظار الركلة الثانية للوداد. ترجي مع المغاربة خسر الشامبيونز ليج من علامة الجزاء امام الرجاء والسوبر القاري 2012 امام الماس المغرب الفاسي. هل يخسر مرة أخرى من فريق المغربي من علامة الجزاء؟ الركلة الثانية للوداد. الوداد حاول ياخذ الأسبقية الواك من خلال عملود، أيوب العملود، عملود يسجل عملود على يمين ميميش. ثانية في الشبكة وتقدم الوداد 2-1. الوداد يتقدم والثالثة صعبة على الترجي. من كرة العملود بذكاء جل في انتظار الكرة الثالثة للترجي. سيختار، ننتظر الثالثة، الكرة في الشبكة على يمين المطيع، يسجل كرة في الشبكة ولكن تمكن من تسجيل لاعب الترجي. شوفوا اللي عنده رقم 4 ديربالي يسجل، 2-2 ولكن في انتظار الركلة الثالثة كان باتجاه الكرة المطيع. سجل ديربالي، يبقي على امال الترجي في انتظار الركلة الثالثة للوداد. يتقدم الان لاعب الوداد ابو الفتح، يتقدم ابو الفتح بالشبكه قويه جدا من امين، تعامل معها بقوه، كانت مركزه. والثالثه في الشبكه الوداد 3 الترجي 2. تقدم مستمر للوداد. هذا مكشخ صغير عاشق للترجي ينتظر في ركله ضايعه الوداد، واخر ودادي في انتظار ان يستمر التسجيل. الركله الرابعه للترجي، الركله الرابعه والشبكه جول. الركله الرابعه جول، يسجل بوشنيبه 3-3 في انتظار الركله الرابعه. بوشنيبه الاسماء اللي استعان بها طارق ثابت، بوشنيبه ديربالي اللي دخلت في اخر لحظات المباراه، ثنائي سجل في انتظار الركله الرابعه للوداد. والركله الرابعه ونجم صاحب الخبره، ونجم امام ميميش.
والنجم اللي يبقى على تقدم الوداد. مركز والنجم، تركيز مطلوب، والنجم امام الشاب ميميش في انتظار الركله الرابعه اللي يسجلها ونجم ويقرب الوداد من النهائي. يتقدم ونجم والكره في الشبكه، ركله مثاليه من ونجم صعبه على ميميش. 4-3 التقدم للوداد. ونجم ركله معلم، ركله معلم ومنك نتعلم، قال سعد المجرب. ركله مثاليه صعبه على ميميش في انتظار الركله الخامسه للترجي. صعبه جدا على اللاعب اللي سيتقدم لهذه الركله يسجلها، يبقي على امل الترجي يضيعها الوداد في الفاينل. 15 محمد امين توقاي الجزائري. توقاي امام المطيع، هذا المطيع اللي يلعب دور البطل. المطيع أم الكرة تتاوى توقاي مطيع، توقاي سجلها توقاي. 4-4 ولكن في انتظار الركلة الخامسة. الركلة الخامسة كم هي الصعبة. امام لتوقاي على يسار مطيع. الركلة الخامسة تساوي نهائي، تساوي الوصول للمباراة النهائية، تساوي الصعود للنهائي لأول مرة في النسخة الأولى. هذا سامبو السنغالي ولد التيرانجا. صدام الكل كرة ممكن تنقل الوداد للفاينل. ولد التيرانجا سامبو مع ميميش، ركلة صعبة جدا. بولي جونيور سامبو يتقدم السنغالي. الدعوات من الوداديين يتمنونها في الشبكة وحبات الترجي في انتظار ميميش. بين السامبو وميميش السنغالي يتقدم للركلة. سامبو الشبكة جول، والوداد في الفاينل. الوداد يتأهل للدور النهائي.